بيكم في قناة بيت الحواديت. هنا هنعيش مع بعض أحلى الحواديت والقصص اللي هتخليكم في عالم تاني. لو بتحبوا الحواديت ما تنسوش تشتركوا في القناة، تعملوا لايك وشير عشان توصل لكم كل الحواديت الجديدة. يلا بينا نبدأ. الحكاية دي مش قصتي، هي حكاية بنت كانت عايشة عادي جدا، ولا حد واخد باله منها، ولا هي حتى كانت واخدة بالها من نفسها. بس يوم، موقف، لحظة كده فجأة كل حاجة اتشقلبت. يعني لو كنت شفتها من سنة كنت هتقول يعني عليها بتتكلم بصوت واطي كده ليه، مالها ما بتضحكش ليه. بس دلوقتي لأ، دي حدوتة تانية، دي بقت بنت تانية. كانت عايشة في حي شعبي بسيط، بيتهم دورين، ساكنين فوق وتحت في ورشة والدها النجار. وأمها طيبة قوي بس دايما شايلة الهم، وأبوها ساكت، وده كان يخوف أكتر من أي صوت. هي كانت البنت الكبيرة، وده معناه إنها دايما لازم تكون قدوة، دايما مظبوطة، دايما كويسة. بس الحقيقة كانت تايهة، مفيش أصحاب، متعرفش تحكي أسرارها. حتى لما كانت بتضحك كانت ضحكة مستخبية. لحد ما جه اليوم ده، يوم اتأخرت فيه عن البيت وكانت راجعة لوحدها. الشارع هادي بس قلبها مش هادي. وبالصدفة شافت حاجة محدش غيرها شافها. واحد بيضرب بنته في الشارع والناس ماشية ومحدش اتدخل. وقفت، اتشلت كده فجأة، جسمها اتحرك لوحده ورجليها دخلتها في النص كده. قالت له انت بتعمل ايه؟ صوتها خرج عالي لأول مرة. الراجل شافها والناس اتجمعت والموضوع اتقلب. ومن هنا بدأت كل حاجة. تاني يوم البنت دي كانت على الفيسبوك حكت اللي حصل، والبوست انفجر لايكات. الناس بدأت تبعت لها وجمعيات حتى إعلاميين، وهي كانت لسه مش مستوعبة. بس الغريب إنها كانت مبسوطة، لأول مرة تحس إن صوتها ليه قيمة. اللي حصل بعدها ما كانش على البال. بدأت تشتغل أكتر على نفسها وتتطوع، تعمل توعية، تحضر ندوات. واحدة من اللي كانت بتهته وهي بتتكلم بقت بتقف قدام ناس وتديهم أمل. وأكتر حاجة فاجأتها إن أمها بقت فخورة بيها قوي. حتى أبوها اللي عمره ما قالها كلمة حلوة جه يوم وقال لها أنت طلعت أجدع من أي راجل. وهي حاليا اسمها معروف، مشهورة إنها صوت البنات اللي كانت ساكتة. بس عمرها ما نسيت اللحظة اللي قلبت كل ده. مش الشهرة ولا الكاميرات ولا اللايفات، اللحظة اللي كانت لما بصت في المراية وقالت أنا مش البنت اللي كانت بتخاف، أنا بقيت اللي بتخوف. فلو انتي حاسة انك ضعيفة، فاكرة انك مش مسموعة، افتحي بقك، جربي مرة واحدة بس، يمكن تكتشفي انك انت القصة اللي الناس مستنياها تتحكي. عشان اوقات الحكايات العظيمة بتبدأ بصوت صغير، بس لما بيقرر يصرخ الدنيا كلها بتسكت وبتسمعه. وعلى فكرة لسه بتتوتر لما بتتكلم قدام ناس كتير، بس دلوقتي بترج التوتر ده جوه المايك وبتكسر بيه الصمت. سلام من بنتي كانت واحدة تانية. وفي آخر كل حدوتة بنفتكر إن النهاية هي السطر الأخير. بس الحقيقة النهاية أوقات بتكون أول كلمة بتتقال
بصوت عالي من حد كان ساكت كتير. فلو يوم لقيتي نفسك في المراية مش شايفة حاجة، افتكري الحكاية لسه ما بدأتش، وانت تستاهلي تبقي البطلة مش بس المتفرجة. لو عجبتكم الحكاية النهاردة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو عشان تتابعوا كل جديد معانا. شكرا ليكم واشوفكم في حكاية جديدة. مع السلامة.